في ناس عايشة بنسختين، نسخة قدام الناس ونسخة تانية في الضلمة. قدام الناس صوت عالي، مبادئ واضحة، كلام عن القيم والأخلاق، لكن في الخفاء الصورة تتغير تماما. خلينا نكون واضحين، التحرش ما بقاش في الشارع بس، التحرش بقى في موبايلك، في رسايلك، في الهاي اللي بتتبعت لك بالليل. ايوه، اللي بيعلقلك على بوست، اللي بيعمل لك لاف، اللي بيعمل لك لايك، اللي بيدخل لك خاص، اللي يخش ليك على اي تصرف بتعمليه فيبدا يجاملك فيه، ده متحرش بس لابس قناع. هو بيدور بس على المدخل اللي هيدخل لك منه، الطريقه اللي هيفتح بيها معاكي الكلام. في النهايه انت فاهمه ان هو متحرش، ولكن مستني الفرصه. والاخطر هنا ان المشكله مش في المتحرش او الرجل المنطع اللي بيحاول يوصل له، الاخطر في اللي بتكون رافضه التحرش قدام الناس وبتفتح الباب في السر، بترد، بتضحك، بتكمل كلام، بتدي قيمه لاشخاص مجهولين وقد يكونوا معدوم القيمه من الاساس. في الاخر بتقول انا ما عملتش حاجه. لا، انت عملتي. ايوه عملتي، لانك قبلت البدايه، والبدايه في اللعبه دي هي كل حاجه. والراجل هنا طبعا مش بريء، هو عارف بيعمل ايه كويس، وبيختبرك خطوه خطوه لحد ما يعرف حدودك فين، واول ما هيلاقي الباب مفتوح هيدخل على طول. وانت ما ترسميش دور البراءه، انت عارفه من الاول ان ده اهتمام مزيف من شخص اصلا ما يعرفكيش، فلما تفتحي له الباب يبقى الجريمه مشتركه بينكم انتوا الاثنين وبموافقتكم انتوا الاثنين. انت اللي اديله فرصه وهو استغل الفرصه ودخلك اللعبه. انت اكيد انت شايفني دلوقتي، سواء كنت دكتور او مهندس او رجل اعمال او اي حاجه، عندك مبادئ وقيم قدام الناس. قدام الناس انت راجل عظيم عظيم، لكن لما بتيجي تقعد مع نفسك وتبعت لواحده رسايل فده يعتبر تحرش. لما تقعد تقول ازيك لواحده انت ما تعرفهاش، مالكش علاقه بيها، مجرد بس انك شفتها فعجبتك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، فلما تروح تبعت لها تقول لها ازيك، عامله ايه، تدخل عليها شيء من الاطراء والمجامله، اعتقد انت كده بتدور على باب عشان تفتحه، بتدور على مدخل تحاول من خلاله ان انت تخش لها منه، وهي مجرد ردها بيفتح لك الباب. هنا بنتكلم على الطرف التاني، هنلاقي الطرف التاني نفسه عايش بشخصيتين، اللي هي تلاقيها بره لو اتعرضت للتحرش في اتوبيس او قطر او ميكروباص، هتلاقي البنت ديت رد فعلها، يعني هو الرد الفعل الطبيعي، هو رد الفعل الطبيعي اللي المفروض يكون موجود، ولكن في الخفاء هتلاقيها تتقبل هذا التحرش. ان التحرش مش بس جسدي، التحرش ممكن يكون لفظي، التحرش مش اول كلمه خارجه، التحرش اول نيه مستخبيه، واول مره تردي وتفتحي الفرصه وتكملي. التحرش جريمه صامته باتفاق الطرفين.